السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راكم خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وان شاء الله نكون طليت عليكم وانتم في كامل صحتكم وعافيتكم يا رب. كما وعدتكم الفيديو اللي فات وتكملة روتين الرحلة للدار الجديدة والتخمل. راح يكون روتين كله نشاط وحيوية، روتين مليء بالتفاؤل والحمد لله. نحمد ربي على كلش، كل نعم أولهم نعمة الصحة. الحمد لله كنا نمشي، والحمد لله على المأكل والملبس والمأوى والسترة، وديما نقول الحمد لله يعني تحت أي ظرف من الظروف. المهم اللي ما شفتش الفيديو اللي فات تاع الرحلة راح نخليه لها في شاشة النهاية وفي أسفل الفيديو، لأنه فيه نصائح وتدابير لكل مقبلة على رحلة ولا راح تدخل دارها جديدة. نقولها بالصحة ولهنا، يعني راح ينقص عليها هرج كبير. وإحنا الحمد لله فرحنا ربي بالدويرة، ربي يباركم ما شاء الله، يعني الحمد لله يا ربي، إن شاء الله تكون عتبة مربوحة علينا ونشوفوا فيها كل خير يا ربي. ونشكر كامل اللي باركوا لي في التعليقات، يعني اللي فرحوا لي، نقول لهم ميرسي بوكو. المشتركين اللي دخلوا جدد يعني نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني، يعني تعليقاتكم وش نقول لكم، يعني ما لقيتش واش نقول. مرحبا بكم كامل وفي كل وقت. المهم اللي مازال ما كتب لهمش ربي سبحانه، وان شاء الله في القريب العاجل يعطيها لهم وكما يحب الخاطر ثاني. المهم كثروا صدقة والدعاء بيقين، هذا ما كان. المهم هذه هي الدار كما رحلنا بعد. كان نص القش طلعوه للطابق الرابع ونص الاخر يعني بقى. خلوه لتحت، تعبوا راح الحال حتى النص يعني وما كملوش. هيا غدوة من ذاك باش كملوا طلعوه. يعني وديما في الرحلة نبدا غير بالحوايج الكبار، يعني المابل تاع الصالون نحطه في الصالون، تاع الشومبرا نحطه في الشومبرا، وتاع الكوزينة في الكوزينة وهكذا. ومن بعد ننظم بالشومبرا بالبيت، يعني كل يوم نقضي حاجة، يعني خاصة اللي ما عندهاش المعونة راح تلقى روحها بهذه الطريقة. الحق سبقت في الكوزينة هي الأولى، لأنه أكيد نحتاجها نطيب، ولو يعني ماكلة خفيفة. المهم مش تاع البرا برك، لأنه في الصيف كما على بالكم التسممات الغذائية وتقريبا ماهيش آمنة الماكلة تاع البرا. الكوزينة خليتها لكم الأخرى، يعني لأنه فيها خدمة ياسر وترتيب، والأخر خليتها هي الأخرى. واليوم إن شاء الله راح نشوفوا تنظيف عميق لهذا شومبرا صغيرة. شفتوها يعني كيفاش كانت أكثر من هكا كما صورتها في أول فيديو. يعني فرزت شوية، كل حاجة حطيتها في بلاصتها، اللي تعبرت مسحتها، واللي يعني تغسيل غسلتها، واللي نستعملها خرجتها، واللي تدس خبيتها حتى كملت كلش كما راكم تشوفوا. ومن بعد كنست الأرض، يعني هذه راهي مسيقة قبل ما نحط فيها الحوايج، سيقتها، يعني هذا هو زيها كيما هكا. وليت دركا كنستها باش نسيقها. وحاشاكم قبل ما نلم الكنسة لازم نشوف الساع واش كاين، يعني لازم نفيريفي كاش فيس هكا ولا حوايج صغار نحتاجوهم طاحوا، كاش ما كان حاجة ما انتبهنا لهاش، خاصة اللي يكونوا عندهم الولاد يعني يكونوا تفتافين. لازم تفيريفيو الكنسة قبل يعني ما تطيشوها. يعني انا قاعده نضحك حتى تفكرت نحكي لكم الحكايه هذه. اللي يحبوا الحكايات يعني. كي كنت صغيره يعني مع ام ربي يحفظها ويحفظ امهاتكم كامل، يعني ويرحم اللي توفاو. يعني كنت صغيره ونحب نعاونها في كلش، يعني وين تروح نلوح ايدي معها، يعني كلش نلوح فيه روحي. هيا نحب نعاونها، يعني جيت كنت نقول لها هاتين وكنت المهم كيما هكا ديما لاصقه فيها. هيا وكنت يعني من صغري يعطيني الحوايج نخبيهم لهم. كنت هذاك الوقت سيزيام، هذاك من ديت سيزيام. هيا عطتني ام واحد الفوتو تاعها كي كانت صغيره، يعني قبل ما تتزوج خلاص وهذاك يعني ما بقى لها. لي فوتوات تاعها هذاك ما بقى، يعني كانت نواري بلون. كانت دستتها يعني من بلاصه لبلاصه وحطتها في البوشيت تاعها بعد. ومعها حاجة ذهب، الله أعلم تكون ويزة، المهم حاجة ذهب صغيرة عطتها لي وقالت لي خبيها. هيا قالت لي خبيهم، قلت لها داكور. ضربت عليهم طلة ومن بعد حطيتهم في الخزانة بين الحوايج، يعني بين القش. هيا ومن بعد ما عرفتش وش جبت، طاحت هذيك الفوطو بها باللي فيها. وكم عارفين الإنسان كي يكون صغير يعني ما يكونش رزين وثابت كيما دركا، يعني يجبد القش بشوية نورمال. نشفلها كيما اليوم كي جيت نجبد القش مع دخلت ليكول، كان شغل سخانة الصيف. جبدتها نطرت تنطار هذيك اللبسة اللي راح نلبسها، ومام كي طاحت الفوطو ولا ما نسيت اصلا بلي امها يعني عطاتني دسيتها، ولا كي طاحت خليتها نورمال. راكم على بالكم الولاد الصغار
واللي يعول عليهم. هيا خليتها، ضربت فيها واحد هذيك صرات كيما العشية غدوة من ذاك، كيما نقولوا كنست عادي. وش نقولكم، احنا كنا في 4 ولاد، والكواغط كيما هكا تاع الحلوى تاع الكراريس، المهم كلش مكرفس. لميت كلش والباقي معروف في الساشية وفي خبر كان. وفاتوا يامات وراحوا يامات وجو يامات هيا، وكانت تحوس عليهم. بعد كي حوست عليهم ما لقيتهمش، ما قلبنا الخزانة ديك والو. بعد فكرت قلت لهم طاحوا في الارض، سنيت نشوف تحت الخزانة. قلت لي كيفاش تحت الخزانة من هذاك الوقت لهنا يبقاو ما يبقاوش. هيا قلت لها دوكا نشوف. وبعد هاي باينه باللي ديما نديرلها ديكات كيما هكا، باينه باللي تودر وما عادش يرجعوا. وكما العادة كليت تبهديلة، يعني أما كانت صارمة كنت صغيرة وكانت تعاملني شغل كيما المرأة الكبيرة هكا، لازم عطيتك حاجة تحملي مسؤوليتك وتدسيها وتخبيها وتشفاي وتبتي روحك وهكا. ما عندهاش تعلمك ولا تقولك هزي غير بالعين. يعني ومن هذاك الوقت يعني شهمت وتربيت. ما وليتش يعني اللي مد لي حاجة ندسها يعني نخبيها له في عينيا ونحافظ عليها ونشفى وكلش. وهي يعني بقات تعطيني الحوايج ندسهم لها يعني وحتى نحافظ، يعني علمت الدرس كما ينبغي. هذه الحكاية يعني تفكرتها كي جيت حاجكم نهز لابوبيل، تفكرت وقلت ولا غير نحكيها لكم على الأخت اللي قالت لي نحبوا الحكايات. المهم دوكا نرجعوا للروتين تاعنا. ما تعود عندكم روتين يومي ديروا العفسة هذه، خاصة إذا عدتوا ماكمش مبنترين. أنا لهنا مازال مانيش راح نبنتر، والدار ماهيش مبنترة معمرة غبرة يعني من الفوق لتحت. راني نسيق الصباح العشية نلقى هذيك لابوسياغ ونولي نهبطها كيما هكا. ما فرطوار ديروا عليه حاشاكم هكا نشافة ولا أي حاجة تنزل لكم الغبرة، راح تفيدكم. واللي تحب يعني دير روتين على كارو، يعني تنظف من الفوق للتحت، يعني ما كش ما عندكم مام ثريات هكا ولا اللي يستخاذوك تنظفوهم. وكان عندكم مام الدار مبنترا كما نقولوا اغسلوا الحيوط ديروا نهار الحيوط. المهم لبغا طولتوا، المهم كي تخرجوا من هذيك الشومبرا ولا من البيت يعني راح تلقاوها نظيفة تشعل. مام كي تسيقوا ولا تطولوا ما تسيقوهاش يعني راح تبقى نظيفة. وهذيك الغبرة هذيك اللي قاعدة تحت فوق لي بلانت يعني مانيش راح نحيها بالماء والبالية خير، يعني تجيني اسهل. لهنا بعد ما كملت شوفوا انا كي نقعد نخدم بزوج يدين ماشي كي نقعد نخدم بيد واحدة ونصور بوحدة. المهم اللي دخت من التصويرات سمح لنا برك. بعد ما كمل نزل الغبرة هكا كامل، وش نولي ندير نولي نروح للتسياق. التسياق يعني كنت مسيقة هذه الشومبرا قبل ما نحط فيها الحوايج، لكن دوكا تشوفوا زي هذاك هو زيها يعني. هكا مداين فيها سيما بلون، وشغل سيما بلون هذيك حكمت الغبرة. راح نستعمل هذا المنظف جافيل باور جيل، يعني هايل هايل. تقبت هذا البوشون تاعو وحطيت فيه فابوريزاتور باش نقدر نفابوريزيه خير، يعني هكا يبقى لي. هي الحق يعني برودوي مليح، لكن كي تستعملوه يعني قرعة مش راح تكفيكم. نستعمل هكا كي تعود اماكن كبيرة فيها السيما، يعني سوا سيما بلون سوا حتى حاجة من الوسخ راح ياكلوا ماكلة، يعني تخرج تشعل دوكا تشوفوها في الاخر. يعني ندير كمية كبيرة، بصح كي تعود هكا كمية صغيرة يعني ندير غير باش ننظف فقط، يعني تولي لامعة. مام اللون تاع الداردوسول ولا ماهيش راح تشهبه، بالعكس يولي مداير، يولي يلمع ويبقى محافظ على شكله. نخليه حوالي 10 دقائق إذا كان الوسخ يعني ياسر، وإذا عاد كما نقولوا غير النظافة فقط نخليه غير 5 دقائق ولا 7 دقائق. ومن بعد غير هكا فقط بالبالية كما نقولوا راني نحك، وخايفة لن يعني تروح هذيك السيمة اللي مكولين بها ودير الميديتين لجارنا اللي تحتنا، يعني حكوا غير بشوية فقط. ومام هذه الوسخة كما راكم تشوف فيها راحت. دوكا هكا نخليها تسرنخ مليح فقط ونحكها غير كيما هكا. المهم لميت هذاك، شوفوا الوسخ كيفاه.
هذه كل غبرة وسيما بلون شغل البنتورة هذيك الصغيرة نقاط هذه كامل نحاتها، ومام كي تسيقو ما يتنحاش الغبرة كيما هكا. مهم فوتو كامل باش يعني باش نحافظ على البرودوي تاعي ما نبقاش نشري يعني نقتصد فيه. الكمية هذه كامل فوتها على لا شامبر وحكيتها كيما هكا راكم تشوفوا يعني سهلة خلاص وما تعبش غير بالبالية فقط. وما عندكمش يعني سيما في الكارلاج ولا دار دو سول تاعكم، لكن شوفوا هذيك الخطوط السوداء هذيك اللي بين دار دو سول يعني راح ينحيها وبكل امان، يعني ما تخافوش برودوي هايل يعني بروفيتي ومادام دوكا شويه رخيص. يعني احنا شريت القرع ب20,000 ومن بعد كي جربته يعني كنت شايفته من قبل جربته كي عجبني بعثت زوج تاعي باش يشريه لقاه ب24 ومن بعد لقاه ب30 يعني كل مرة راح يزيد هكا الانسان يبروفيتي ينظف مرة واحدة والباقي يعني عجب شوية ايزيس ولا اومو ولا جافيل هكا راح تخرج. شوفوا يعني هايلة هايلة. بعد ما كملت الارض يعني غير نشفتها برك من البرودوي هذاك خطرة ريحته شوية قوية تشبه النصيد. وليت رجعت نحك في لي بلانت هذا يعني شوية قراطيتو بهذه القراطوار وشوية يعني حكيتو غير بيديا برك لوندوي راهو يتنحى ليه لكن سيما بلون يعني لازم تتحك تستعملوا اي اداة تعاونكم باش تنظفوا يعني، لانه مهما تكون دار نظيفة ومبنترة ومسيقة ومنظمة كي يعودوا لي بلانت هذو مسخين تبان دار كامل مسخة. ما اعرف غير انا فقط ولا كيما نقولوا كاين اللي كيفي يعني نحب الحاجة كي تعود نظيفة يعني نظيفة كامل. المهم بعد ما كملت حكيتهم شوفوا كيفاش خرجوا هايلين. وليت كوبيت الماء وشوفوا لاندوي كيفاش راهو هابط يعني الحيوط هذو ماهمش تاع غسيل خلاص راح نغسلهم غير هذه المرة فقط نحي الكثير ومن بعد يعني نسيي نبنترو الدار وصاي. هبطت هذيك لابوسيغ اللي تكون فوق فوق هذو لي بلانت وكبيت الماء مرة واحدة نحيت هذا الشهوبية هذه كامل. اكيد يعني بعد ما كملت كامل لي بلانت يعني كنت نعتلكم برك بقى لي غير حيط واحد. هذا الحيط دوكا تشوفوا الحيط الاخر هذا غير نزل منه الغبر هذا مكان يعني هكا تبان نظيفة وشفتوها يعني شوفوا كيفاش يعني ضوات. بعد ما كملت نحيت الشوبية هذيك ويعني كبيت الماء وليت درت لها طالية هكا بالايزيز كما راكم تشوفوا يعني مانيش نخدم براحتي كي راني نصور ما ندورش براحتي يعني اوترومون يعني كي حبست التصوير كيما نقولوا رغيتها مليح وحكيتها وشوفوا كيفاش يعني الجر تاعها ولا الرغوه تاعها راهي بيضة هكا. في الاخر جبت هذه الماء هذا تاع الرغوه وزدت عاودت شللتها وفوت عليها نشافة. السياق راكم كامل تعرفوا تسيقوا يعني ما نخافش عليكم ركزوا على الكوانات يعني هذوك اللي وين يتخبى الغبرة وخلاص. كي كملت خلاص خليتها نشفت لهنا الحوايج اللي كانوا الداخل في الشامبرة واللي راح ندخلهم ليها هذا ما هما. هذه كانت في الكوزينة ما لقيت لهاش البلاصة. هنا حطيت الحوايج تاع يعني هكاك برك مبدئيا فرزت حطيت الحوايج تاع الكاطو ومن تحت ثاني حطيتهم لهنا من بعد راني كل خطرة نفرز هكا نفرز ومن بعد نعاود نبدل. هذو كامل مستلزمات الحلويات. ولهنا ثاني جبت القجوره اللي كانوا في الكروار حطيتهم لهنا وبعدهم شويه على الحيط لازم الفرش هذا نحطه فوقهم. لهنا جبت هذا الكرسي هذا المكسر يعني غير بروفيزوار فقط حتى ندير لي زيتاجير في البلاكار هذاك باش يعود يهز. حطيتهم كامل لهنا كما راكم تشوفوا وهذه راهي تقرطت لي شويه كي كانت في البلاكار واللي فوقها وليت هزيتهم حطيتهم فوق الخزانه من لهنا. هذا البندويل يعني محبه كلش اونكاستخ يعني مدسوس حطيته ورا الباب يعني ما يبانش. المهم كان نجي فايت على الشمبره من نشوفش مظاهر التخلف كيما نقول نشوف الدنيا فارغه كيما هكا.
يعني هادو ماني نحيتهم. من بعد راح نجيب البيتخان لهنا لاني ما عنديش بلاصه في الكوزينه ليها. ريدو ما نحيتوش باش نغسلو لانه كيما نقولو دايرتو هكا على السترة. من بعد نغسلو. وهذا سكوتش نحيه ونحي الكروات كامل. هذا القزاز نحيه نغسلو في البالكون خير، لان حطيت الفيلو لهنا بحذا التقة يعني باش نتوقف نشوف. وهذه هي كيفاش فرزتها. يعني المهم كاين وين تمشي كلش منظم كلش مهزوز. يعني نحوس على حاجة نلقاها وهذه هي وخلاص. دركا نروحو للصالون. الصالون درت معاها نفس الشيء. طبعا مش راح نعاود لكم كلش، غير نعطيكم افكار جديده برك. لهنا وش راح نقول لكم. المهم هذوك العمال تاع البلديه يهزوا ويخبطوا من بسكرة لهنا للجزائر. جبت جهازي يعني حاجة ما تكسرت لي، لكن من زيرة لتحت لهنا ورانا ساكنين يعني شو نقول لكم قدام حاجة لقيتها مكسرة. كاش ما تكسر لكم ما تحطوهش هكاك في لي ساك بوبال حاشاكم، ديروهم في كرتونة ولا هكا باش ما تقيسش العمال. وهنا اول مرة يعني كنت راح نكنس ماشي كيما قبيلة. كي كنست كانت ديجا كنت مسيقة وزادت يعني تغبرت وشفتوها كيفاش كانت. لهنا اول مرة شوفوا التراب اللي لقيته. وبما انه عندي الحساسية ما نقدرش يعني للتراب كي نكنس، وليت ندير هكا بالفورطوار يعني تجي اسهل وتلملكم مليح الغبرة هذيك. لان الكوطونتيج هذو تلعب بهم ميتشا نقطات موت عليهم، تجبدهم هكاك وتلعب بهم. المهم الغبرة نحيتها بهذه الطريقة باش وما كانش عندنا الماء يعني ما طلقوه لناش. وأول سمانة سكننا كانوا يطلقونا نهار بنهار. من بعد يعني جابوها قريب بسمنتين ما طلقوناش خلاص الماء. ويعني كنت غير نتقشف وسيقتها عادي يعني كيما يسيقوا الناس. درت لها بالماء. هنا كنت غير نتقشف على الماء. ويعني هي ماهيش يعني مسخة كيما الشمبرة هذيك. شوفوا كيفاش فرجتها هكا سامبل بهذه الطريقة. يعني مازال ما شريت والو وما وجدت حتى حاجة. الفريجيدار ولا الثلاجة هنا عطيت لها مسحة برك. راح نشارككم يعني الغسل تاعها والتنظيم تاعها. كما شفتوا لي كادر مازال ما علقتهمش اللي فوق الفريجيدار. لهنا هادو مازال ما لقيت لهمش بلاصه يعني مازال ما فرزتش مليح مليح غير الشامبرا والصاله برك. والبلاكار حطيت فيه الحوايج يعني اللي قرب باش هادوك الحوايج تاع الزوج تاعي وتاع الطوموبيل واللي ما نحتاجوهمش والمفاتح وهذوك اللي يديروا الفوضى. هاشكم الاحذيه حطيتهم لهنا حتى نديرلهم بورت شوسير ولا نديرلهم حل. واللي في الساشية السوداء هذيك الطويلة راهي زربية تاع الكروار. يعني كي ننظم خلاص ونسيق وتنقص شوي الغبرة هذه نفرشها. ولهنا هذه الشمبرة يعني ما عشت العشية حتى يعني كانت منظمة. ولهنا راني ندير في المونتاج. وهذو القجورة اللي من الجهة الاخرى نحيت من ثم الفراش اللي فوقهم حطيته فوق الخزانة. وراح نجيب البيتخان لهنا يعني ما عنديش بلاصة ليها ما استعملهاش ياسر ياسر. وهذا التلفزيون حطيته من اللورا مازال ما علقناهش يعني باش ما يتكسرش لانه القطوط قادر يقيسوه يوخذوني فيه. المهم الكروار لهنا ضربت عليه تسيقة ومسحة برك مازال يعني ما درتوش مليح مليح. وهذا هو فيديو اليوم يعني فيه روتين الرحلة. فيه شوية من الروتين اليومي. تونسنا حكينا عطيتكم تدابير افكار ان شاء الله تكون عجبتكم وعجبكم الروتينات هذو. راح نكمل ان شاء الله معكم في الفيديو الجاي. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. خليوا لي تعليقاتكم كما مالفين. نقول لكم تهلاو في رواحكم الى الملتقى باذن الله. ملاقاة الخير والسلام.